شفتوا الجمال والحلاوه يا جماعه؟ بعد يوم بس اللون بقى عامل ازاي، بقى احمر وجميل ازاي زي ما انتوا شايفين. كل ما يقعد معانا نخلي اللفت والارنبيط هيحمر، وكمان هيحمر عن كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مطبخ ام حازم بنت الريف. اول فيديو لازم نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده يا جماعة نعمل شوية كده مخلي اللفت ان شاء الله باذن الله، وارنبيط او كرنبيط زي ما بتسموه عندكم. ده اللفت اللي انا جبته في حاجة السوق. الربطتين دول جايباهم ب5 جنيه، 5 جنيه لفت. وجايبه برضو الارنبيطه دي كنت جايباها وحطاها في التلاجة، كانت ب10 جنيه. بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه خالص اهيت. وفصصته زي ما انتم شايفين كده وغسلته. واللفت برضو انا غسلته كده ونضفته كده زي ما انتم شايفين. وهخرطه بقى واقطعه، مش هنعوز بقى اكتر من كده. معانا البطرمان اللي هنخلل فيه، وعندنا بطرمان تاني برضو لو ده ما كفاش. ومعانا شطه، ومعانا الملح طبعا الخشن اهوت هنحتاجه، لان لازما بعد ما هنقطع الارنبيط والارنبيط كده انا فصصته وقطعته. هقطع بس اللفت معاكم، اوريكم برضو اي تقطيع بالسكينه او بالقطاعه باي حاجه. انا اقطعه عادي كده بالسكينه، هوريكم برضو التقطيع ده ملح عادي هو الخشن. بعد ما بنقطعه والارنبيط اهوت قطعناه، بنرش عليه ملح كده ونسيبه ساعتين ولا ساعتين ولا 3 كده ينزل الميه اللي فيه. ونفس الحكايه برضو اللفت نفس الطريقه. بعد ما اقطعه هرش عليه ملح، الفه بكيس ملح والارنبيط بكيس ملح، واسيبهم ساعتين 3 كده لحد ما يصفوا الميه عشان يبقى حلو معانا وما يبقاش طري معانا برضو، ويبقى ناشف كده وجميل زي ما بتشتروه من بره. ومعانا برضو دي شطه حمراء بدل الهريسه، لان انا ما عنديش هريسه. احط برضو معلقه شطه حاميه. ومعانا الميه هي غلياه وسايباها تبرد بقى على ما اجهز المخلل بتاعي واخرطه وارش عليه ملح واركنه شويه. كل الميه بتاعتنا بردت براحتها، وهرجع لكم تاني. هخرط بقى اللفت بتاعنا. اللفت اهوت زي ما انتم شايفين كده، انا غسلاه ومنضفاه واحمر وزي الفل اهو. يعني ب5 جنيه لفت وارنبيطه ب10 جنيه، اعمل ب15 جنيه. والملح طبعا في البيت، والميه من البيت، والشطه برضو من البيت. يعني 15 جنيه هنملى بطرمانين 2 مخلل بسم الله ما شاء الله ب15 جنيه. 15 جنيه بس اهو. اللفت بقى هخرطه كده زي ما انتم شايفين كده، واقطعه اهوت كده بالشكل ده. اي تقطيع اهو زي ما انتم شايفين كده اهو كده. التقطيعه اللي انتوا عاوزينها كده اهي اهي كده. هخرطه بقى كله كده بنفس الطريقه وارجع لكم تاني. كده بعد ما خلصت اهوت يا جماعه، قطعته كده بقى التقطيع العادي بتاع امي وامكم كده زي ما انتوا شايفين كده، بتاع التقطيع العادي خالص كده بالسكينه على ايدي اهو. قطعت كده اللفت كله زي ما انتوا شايفين كده. والارنبيط انا قلت لكم انا غسلته وفصصته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنرش بقى عليه ملح كده، ونسيبه بقى زي ما انا قلت لكم كده ايه. هنسيبه بقى ساعتين ولا 3 كده لحد ما يسرد الميه منه عشان يبقى مقرمش معانا ويبقى جميل كده. الملح خشن كده. وهرش برده على اللفت نفس الطريقه كده بسم الله. وهسيبه بقى زي ما انا قلت لكم كده، هنا كيس وهنا كيس اهوت. وهسيبه بقى لحد ما ايه ملفوف كده بالملح اهوت بنفس الشكل ده كده اهوت، ملفوف كده بالملح اهوت كله. وهنسيبه بقى ساعتين 3 لحد ما ينزل ميته. وهرجع بقى اوريكم بقى ازاي نخلله كده مع بعضنا على ما الميه بتاعتنا برضو تبرد. الميه هي زي ما انا قلت لكم دي معانا شطه، ومعانا برضو بنجريه كده اللي بتخلي مخلل اللفت والارنبيط حاجه جميله، احمر خالص وجميل. البنجريه ديت هنقطعها برضو في الميه كده باذن الله، واحنا بنعمله في البطرمانات. ومعانا برضو الملح، وبرضو معلقه سكر ماده حافظه، مش هنحتاج اكتر من كده. هسيبه بقى ملفوف كده بالملح ساعتين 3 وارجع لكم تاني نوريكم هنعمل فيه ايه. رجعت لكم كده حبايب قلب اهو زي ما انتم شايفين. شفتوا الليفت بتاعنا نزل ميه قد ايه زي ما انتم شايفين كده. شفتوا كميه الميه اللي نزلها لما رشينا عليه كيس الملح زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا هصفي الميه دي، والارنبيط برده نفس الحكايه نزل ميه برده اهوت. شفتوا الميه اللي نازله منه نفس الطريقه. هصفي الميه دي والميه ديت وارجع لكم تاني. هنقلب بقى الليفت على الارنبيط ونشوف هنعمل ايه تاني. صفناه يا جماعه وقلبناه كده اللفت اهوت على الارنبيط زي ما انتم شايفين اهوت. ومعانا البطرمان بتاعنا، ومعانا الميه بتاعتنا المغليه اهي زي ما انتم شايفين هننزل فيها كده. ومعانا البنجريه بتاعتنا كده اللي هنقطعها باذن الله على المخلل اللي هتخلي لونه احمر وجميل باذن الله. خليها بس دلوقتي على ما ونظبط بقى دلوقتي حدق الميه بتاعتنا غليت كده وبردت زي ما انتم شايفين اهوت. حوالي 3 لتر ميه مغليه، ومعانا ميه برده تانية لو احتاجنا هنزود. معانا كيس ملح اهوت 200 جرام هنضيفه كله كده للميه. ولو عوزنا تاني معانا ملح برده تاني هنضيف. ومعانا برده الماده الحافظه برده هنضيف معلقه واحده سكر كده، بتخلي المخلل معانا مقرمش وجميل. على اي مخلل بصراحه بتخليه جميل وتحتفظ بيه. ماده حافظه كده وبتخلي المخلل بتاعنا مقرمش وجميل لاخر واحده ما يتهرش معانا. هنقلب بقى وندوب الملح بتاعنا دوت.
ولو عندنا هرسه شطه ممكن نحطها، بس انا ما عنديش بقى. احط معلقه شطه كده حمرا، هي الشطه بتاعتنا حاميه، احطها كده برده كده في الميه واقلب وادوب بقى واظبط حوض ميه المخلل بتاعنا. ما بتبقاش دلع يا جماعه، بيبقى المخلل بتاعنا حادق، عشان لما بيبقى دلع بيهري معانا المخلل، لكن لما بيبقى حوضه حلو ومظبوط وحادق المخلل بتاعنا ما بيتهريش. هنقلب بقى الملح واظبط حوض الميه وارجع لكم تاني. ومعانا برده البطرمان بتاعنا اهوت، هنعبي فيه بقى المخلل بتاعنا ده. هدوب بقى كده الملح والبنجريه بتاعتنا ديت كده، هنمسكها برده نقطعها كده، بتخلي المخلل بتاعنا احمر وجميل يا جماعه اهيت. نقطعها كده، احنا غاسلينها، نقطعها شرايح كده ونوزعها ان شاء الله كده مع المخلل. هتخلي البطرمان بتاعنا احمر وجميل زي ما انتم شايفين كده. معانا البطرمان بتاعنا اهو يا جماعه، وخلاص ظبطنا حرق الميه زي ما انتم شايفين كده، قلبناه ودوبنا الملح خدناه كده مظبوط. هنبدا بقى نسوي الله كده ونعبي معانا كده البطرمان بتاعنا اهوت. هننزل كده بالكميه بتاعتنا، هعبيه بقى كله كده. قطع البنجر كده هنوزعها فيه كده يا جماعه. بعد ما عبيناه بالشكل ده حطينا كام قطعه بنجر كده تحت وكام قطعه فوق اهوت، عشان ده اللي بيخلي لونه احمر وجميل زي ما انتم شايفين. وما تنسوش معلقه السكر، السكر ماده حافظه. نبدا كده نسمي الله برده ونجيب كوبايه ونصب بقى الميه. هننزل كده بالميه عليها اهوت زي ما انتم شايفين لحد ما نغطيه. كده يا جماعه بعد ما عبيناه اهوت وحطينا الميه بتاعته كلها عليها اهوت زي ما انتم شايفين كده، شكله جميل خالص اهوت. وما يحمر برده شويه كده، كمان شويه كده هوريهولكم على ما البنجريه تحر برده الحمار بتاعها كده في قلب البطرمان هوريهولكم. البطرمان بتاعنا ناقص، شايفين كده ناقص معانا كيس كده فيه شويه ميه، نغطسه كده عشان ايه يغطس معانا كده الليفت بتاعنا كده ويبقى غطسان كده للاخر زي ما انتم شايفين كده. بدل البطرمان ناقص شويه نملى كيس ميه في كيس ثلاجه نضيف كده ونحط في ميه ونربطه ونغطسه بس كده لحد ما المخلل بتاعنا يدق معانا ويبقى حلو، وبعد كده نشيله ونستغنى عنه زي ما انتم شايفين كده. ده شكل. واهم حاجه يكون الغطا بتاعنا محكم يقفل كويس على البطرمان، لكن لو مش محكم قوي هيعمل ريم معانا، فنحط كيس ونقفله. لكن هو بسم الله ما شاء الله محكم معانا اهوت، انا عارفه ان هو محكم وجامد، قفلته كده جامد عمره ما يحصل له ريم ولا يجرى له اي حاجه. فكره الكيس برده دوت بيتقل اي نوع مخلل تحت كده ويغطسه في الميه وما يعملش ريم على الوش كده، والطبقه الاولى دي ما تعفنش ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين شكل المخلل الجميل اهوت. على ما يستوي برده معانا، ما يستوي باذن الله هوريهولكم باذن الله في الفيديو. 15 جنيه ملينا بطرمان اهوت يقضينا طول الشهر واكتر، يقعد عندنا فتره كبيره. ارنبتها ب10 جنيه وب5 جنيه حزمتين اتنين ربطتين اتنين من الليفت. عملنا بطرمان زي ما انتم شايفين حجمه جميل اهوت يقضينا بقول لكم شهر ولا شهرين اهوت. يفضل عندنا ب15 جنيه، والملح في البيت والميه في البيت والشطه كل حاجه من عندنا ب15 جنيه. عملنا بطرمان مخلل جميل اهوت هيعجبكم. تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشوفوا المخلل الليفت دوت والارنبيت تتعمل ازاي على القناه. تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع الف سلامه. شفتوا الجمال والحلاوه يا جماعه بعد يوم بس اللون بقى عامل ازاي، بقى احمر وجميل ازاي زي ما انتم شايفين. كل ما يقعد معانا نخلي اللفت والارنبيت هيحمر، وكمان هيحمر عن كده كمان لان احنا حاطين فيه بنجرايه. البنجر بيخليه لونه جميل وبيبقى حلو قوي. جربوا الطريقه دي باذن الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشوفوا طريقه المخلل اللفت والارنبيت دي اتعملت ازاي. شفتوا اللون جميل ازاي. عملنا 15 جنيه بس، عملنا احلى بطرمان يقضينا شهرين اتنين واكتر. زي ما انتم شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه. ب15 جنيه ملينا بطرمان كبير جدا يقضينا شهرين اتنين. كل سنه وانتم طيبين، بقى داخلين على رمضان وبنحتاج برضو المخللات ديت، يعني ده ينفع برضو نعمل منه بطرمانين ولا 3 كده ونعينهم كده رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود الايام علينا بخير يا رب. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.